السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد. بعد إغلاق صفحة مباراة الزمالك بالجولة السابقة من الدوري، والتي فاز فيها الفريق السماوي بهدف دون رد، يجهز فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني كرونسلاف يوتشيتش لاعبيه للمباراة القادمة أمام بتروجيت، والتي يسعى فيها بيراميدز لتحقيق الفوز لمزاحمة الأهلي على لقب الدوري. على الجانب الآخر يستعد بتروجيت بقيادة سيد عيد لمواجهة قوية أمام بيراميدز، ويبحث بتروجيت عن تحقيق الفوز الأول على بيراميدز لتحسين مركزه في جدول الدوري، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز. وقد تعادل بتروجيت مع فاركو بهدفين لكل منهما في الجولة السابقة من الدوري، ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، بينما يدخل بتروجيت المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة. ويستعد بيراميدز لمواجهة بتروجيت يوم السبت القادم الموافق 17 مايو باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة بالدور المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة بيراميدز وبتروجيت ضمن منافسات الجولة السابعة بالدور المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.